ازاي بيضت اسناني بطريقه امنه ومن غير ما اروح لدكاتره، وطبعا مش هتدفعي فلوس كتير على قد الايد. مع العلم ان انا بشرب كل يوم كوبايه قهوه ودي اكتر حاجه بتخلي اسناني تصفر. ده غير طبعا النسكافيه والشاي انا مقضيها كده طول اليوم. هلوس اول طريقه ودي غاليه شويتين 3 4 5 وهي التيث وايتنينج ستريب. دي بتكون علبه فيها 7 وحدات. ماشي، انا اوريدي استخدمت 3 وسايبه الباقي بقى لمناسبه جايه قريب عشان دي غاليه، وبتبقى جاي معاها ورقه تشوف بيها انت انهي درجه في درجه السنان. طريقه استخدامها كالتاتي: بعد ما بغسل سناني بالمعجون بجيب واحده من الستريبس دي، بيبقى فيها 2، واحده للابر جو اللي هو الفك العلوي، والتانية للاسنان بقى السفليه. اللي فوق دي هي اللي هحطها على السنان اللي فوق، الناحية اللي ملزوقة على الورقة هي دي اللي بحطها على سناني. بحط الجزء ايوه زي ما انا بعمل كده، حتة من فوق وبتني بقى لجوه، باقي الورقة لجوه. نفس الكلام بالنسبة للجزء اللي تحت، وبتستني تقريبا نص ساعة، بعد كده بتشيليها وتمضمضي سنانك وتشيلي بقى بواقي الجل اللي لازق في سنانك. فاهمه؟ مش عارفه ليه تعابير وشي بتبقى عامله كده مع انه طعمه مش سيء يعني. تقريبا في نوع ارخص من ده شويه من كريستال بس انا معرفش بكام بالظبط. انا لقيت دي فقلت اما اجيبها، دي اللي لقيتها، او الصيدلي اللي ضحك عليا بقى اللهم اكبر. تاني طريقه وهي ارخص بكتير جدا، بجيب كبسولات فحم بتبقى شبه دي كده من اي صيدليه. انت عارفه اصلا ده ايه؟ ده فحم نشط الناس بتاخده علشان تقلل من الغازات والانتفاخات والحاجات الحلوه دي او الحاجات الوحشه دي. احنا بقى نستخدمه عشان نبيض اسناننا. هنعمل بيه ايه بقى؟ هجيب طبق وهاخد حبايه، بصي ده شكلها حرفيا فحم، وعلمت على ايدي اسود. حطه في الطبق، هنطحنه باي حاجه. بصي كده الطحن اهو، هيقع مننا. ممكن احط نقطه من المعجون بتاعي، اقلب بقى كده كده كله لزق في الفرشه، وهدعك بيه بقى اسناني. هو طعمه غير ادمي خالص بس بينفع، فاهمه؟ هتفضلي بقى على كده في اسنانك كلها لمدة 2 3 كحد اقصى. والطريقة دي ما ينفعش تستخدميها اكتر من مرة واحدة بس كل اسبوع او اسبوعين كمان، لان كترها ممكن يزود الجير او ممكن يسبب اثار جانبية تانية. هو واحدة ثانية عادي، منظر غير ادمي وطعمه غير ادمي برضه. طبعا الفرشه والحاجه بتاعتي بغسلها كويس اول ما بخلص، بعد كده بحطها بقى في الكفر بتاعي. رابع طريقه ودي غريبه شويه، وهي ان انت تستخدمي ميه اكسجين بس بتركيز 10% مش اكتر من كده، ولكن ليها طريقه استخدام معينه، ولو استخدمتيها بطرق غير اللي انا قلت عليها هتعمل نتيجه عكسيه. اول حاجه هتجيبي طبق هتحطي فيه غطا واحد من ميه الاكسجين، ومعاها بنفس المعيار غطيين ميه. شكرا. الغرض من الموضوع ده ان انت هتخففي ميه الاكسجين. احنا مش عايزينها 10%، احنا عايزينها 3%، وهو ده التركيز اللي احنا هنستخدمه. هنستخدم بقى التركيز ده ازاي؟ يا اما هتستخدميه زيها زي المضمضه، اللي هو تشربي رز تعملي كده 30 ثانيه بالظبط مش اكتر من كده، او هتجيبي فرشه السنان بتاعتك تحطي عليها معجون وتغسلي اسنانك عادي قشطه، وبعد كده هتتمضمضي بميه الاكسجين. هتتمضمضي بالظبط 2 دقيقة، مش اقل من كده ولا اكتر من كده، وارجوكي حاولي ما تبلعيهوش. ايا كانت الطريقه اللي انت هتستخدمي بيها ميه الاكسجين، فانت ما ينفعش تستخدميها اكتر من مره كل اسبوع او اسبوعين، يعني تقريبا 3 مرات في الشهر بالكتير قوي. كل ما زاد عن حده هيتقلب ضده. اوكي، باي.